كنت خدام ما بيا ما عليا، حتى جا واحد حدايا حل هو يطيح الثمن. اشنو الحل؟ شنو خصني ندير دابا؟ هاد المساله ديال التطيح في الثمن وانك تهرس وتدقدق في السوق راه ماشي اي واحد غادي يديرها. خصنا نقعدوا لهاد المساله باش نفهموها مزيان. الله يجازيكم بخير. دابا شنو هو التطيح في الثمن؟ ملي كتكون مثلا واحد الحاجه، مثلا هادي كتباع عند كلشي بشحال؟ 25 درهم، وراس مالها مثلا كتمشي عند مولهري كتلقاها ب20 درهم، يعني هنا عندك 5 دراهم. كاين واحد النوع اشنو كيدير؟ كيقول بلاتي عوض نبيع مثلا 2 بياسات ولا 3 في النهار وندي فيهم 5 دراهم الوحده، راه نقص ندير غير 2 دراهم بركه ونجر الناس ويديو عندي مثلا 10 20 بياسه في النهار. يعني هذاك الشيء اللي غنربح في 3 بياسات غادي نربحو في 20 بياسه وغادي نكون بعت وشريت. هذا مفهوم الاول وهذا خطا. هذا المفهوم هذا راه ماشي ديال التجاره نهائيا. ولكن خصنا نعرفوا شنو اللي كيحكم في هذه المساله ديال انك تدقدق في الثمن. الحاجه الوحيده اللي كتحكم في هذا الشيء هو راس المال. الا عندك راس المال كثير اشنو كدير ديك الساعه؟ راس المال كثير والمحل يكون كبير. راس المال كثير والمحل يكون كبير. اشنو كدير ديك الساعه؟ كتجاوز الوسائط، كتجاوز الفونتور، كتجاوز مول الهري، كتجاوز ربما المعمل اللي كياخذ من الشركه وعاد كيعطي لمول الهري وكذا الى اخره. كتجاوز هاد الناس هادو كلهم، كتمشي للمصدر، كتمشي للاصل، كتمشي عند مول الشركه وكتقعد مع الارض كتقول ليه بغيت قدا وقدا اللي عندك، بغيت هاد البرودوي. وتتمشي عند مول البرودوي الاخر بغيت وكتاخذ دي برودوي بزاف وكتعمر المحل ديالك بهاد الاثمنه. يعني هاد الشيء كله هو اللي كيربحوا هاد الوسائط. اخترقتيه انت، ما بقى عنده حتى لازم. هادي كتجي كتحل المحل وكتبيع بالثمن اقل من مول الهري نفسه، ولكن كتبيع بزاف. راه ماشي كتبيع 100 ولا، راه كتبيع لانك شديتي بالثمن وعطيتي للناس زعمتيهم باش يجيو عندك ويشريو بقل من الهري، ربما قل من الهري باكثر بكثير. اما الانسان اللي كيتعلق فين يتفلق راه ماشي في صالحه هذا الشيء هذا. الا عندك واحد شويه ديال الفلوس، واحد البركه، يعني وكاري المحل ماشي ديالك وباغي تنافس مع واحد كيدير هذا الشيء اللي هضرنا عليه، راك غادي تخسر في الغالب. لذلك الا جاب الله جا شي واحد كنتي خدام مثلا كتقضي الغرض وربما دوزتي في هذا المحل 3 سنين 4 سنين يعني وكتصور البركه، يعني داكشي اللي كتصور راه عرفتي داكشي اللي كتصور. وجا واحد اخر حداك، اشنو كيوقع لك هنايا؟ الا كيبيع بنفس الثمن ماشي مشكل، غادي تكون المنافسه شريفه. اما الا طيح الثمن يعني انت غادي تحسبها هي بالعقل، حيت انت كتبيع وتشري وتاجر، يعني الحساب هو الاساس عندك. غادي تقول اودي ملي كنت كنبيع بالثمن الحقيقي، الثمن الطبيعي ديال السلعه، ها اش كيصيط ليا واش كيصيط ليا. ودابا حيت جا هذا السيد هذا ونقص في الثمن، الا اضطريت حتى انا نقص في الثمن يعني ما غاديش يشيط ليا هذاك الشيء اللي كان كيشيط ليا، يعني والصير غادي يبقى هو، ولكن داك الشيء اللي كيشيط ليا ما غاديش يبقى يشيط ليا. عندك هنا جوج ديال الحلول، يا اما تنزل انت في الثمن، ولكن كي قلت لك راه اما واما، لانه اذا نقصتي في الثمن ما غادي تبقى تربح والو، والصير كيبقى هو الصير، يعني يقدر تخسر في الاخر حيت انت درتي عقلك في هذاك السيد اللي عنده ربما راس مال كثير. قلنا الامر الاول هو هذا، انك تساير الامور ودير واحد 6 شهور ولا عام على الاكثر قدامك وتحسب بهذه الوضعيه الحاليه الجديده اللي انت عليها، حيت جا عندك المنافس وطيح في الثمن. جوج حوايج غادي يضروك هنا. الحاجه الاولى هو انك الكليان غادي تقسمهم معاه، لربما يمشي لك كثر، لانه الا حل شي واحد جديد وطيح في الثمن راه كيمشيو عنده الناس، هذه معروفه. يعني في هذاك الشهر الاول غادي تكون انت كانك واحد الانسان يعني قديم في واحد البلاصه، يعني غادي يمشيو الناس يكتشفوا الجديد. الا رجعت الامور النصاب ديالها ولقاو التعامل ديالو عيان ولا كذا، ولا ما لقاوش فيه داكشي اللي بغاو هذا، اللهم الا كان ناقص في الثمن وهذا. اما الا كان ناضي وتيتعامل مزيان وكذا، كون على يقين انه غادي يشد لك واحد النص ديال الكليان. الخساره الاولى. الخساره الثانيه هو داكشي اللي كنتي كتربح في الاول ما بقيتيش كتربحو، حيت هذاك الشيء اللي كيقول لك راه كاينه عند فلان غيبقل، وانت كتضطر انك تنقص هذاك الهامش ديال الربح اللي كنتي عليه باش تبيع بالنصف ديالو، ربما النصف ديال الهامش تاع الربح. يعني هنا جوج ديال الضربات موجعه كتلقاها.
يعني الحل الاول اللي قلنا هو انك تسير الامور واحد العام وتحسب وتشوف داكشي اللي كنتي كتصور قبل واش باقي ولا نقص ولا الى اخره. هنايا غادي تقرر، هنايا بقى عندك فين تلعب. هنايا الا كان راس المال قليل وعندك الكرا، اول حاجه خاصك تفكر فيها هي انه الرحيل، خصوصا الا كان هذاك مول المحل محلو ماشي كاري ولا كاري مثلا عنده راس مال كثير وكبير، لانه الا كان ماشي محلو كاري غادي يقدر حتى هو يحسب من واحد العام ولا عامين غادي يتقار وغادي يبدل السيستيم وغادي يزيد في الثمن. اما الا كان محلو ولا مثلا معروف بهذه الطريقه، مثلا واحد كيدير الفروع في المدن هكا عنده محل هنا ومحل هنا، هذا ما عليك الا انك تنسحب يا اخي وتشوف شي محل اخر. هذا الشيء الا كان عندك راس المال قليل وما عندكش الجهد باش تجاري هذا السيد هذا، خاصك تقلب على محل اخر في بلاصه اخرى اللي غادي تكون خدامه وتبيع فيها بالثمن الطبيعي ديال مول الحانوت، يعني اللي عنده راس المال قليل على قد الحال، كي ياخذ من عند مولاري ولا من عند الناس اللي كيدوروا بالسلعه، يعني ما عندوش ديك القدره ديال انه يمشي للاصل ولا يعني العوينه اللي كيقولوا، يمشي باش يتقدى السلعه بهذيك الكثره وبهذاك الثمن اللي قل واللي طايح، لانه ما يمكنش تجاري هذه الامور هذه. هذا هو الحل، هذا هو الحل. اذا جا شي واحد يحل حداك بهذه المواصفات اللي قلنا، فهذا هو الحل اللي عندك. تصبر مازال واحد 6 شهور وتحسب ولا عام وتحسب وتشوف الامور، كنتي انت قانع بداك الشيء اللي كتصور ف يعني بقى في المحل ديالك وخدم. بان لك داك الشيء نقص ولا دخلتي في راس المال ولا كذا ولا ما بقاتش الحركه كما كانت ولا الى اخره، الحل الوحيد اللي عندك هو تقلب على محل اخر في بلاصه اللي هي خدامه، لانك انت ما حدك قاعد وكتضيع في الوقت. يعني هذا الشيء ماشي في صالحك، ماشي في صالحك انك تبقى كتضيع في الوقت ابدا. هذا الشيء اللي كاين، هذا هو الحل اللي لقيت. والا كانت شي حلول اخرى عطيوها لنا في التعليقات، الله يجزيكم بخير، وبارطاجيو باش الامور هذه توضح عند الناس، لانه كاين اللي كيجي شي واحد كيحل حداه كيتلف ما كيبقى يعرف ما يدير. الا جا شي واحد حل حداك وما فيهش هاد المعايير اللي قلنا ماشي مشكل، بقى انت وياه، لانك انت القديم وعندك الاقدميه وعندك ديك لافونتاج ديال انك يعني عارف الكليان وهذا. واما الا كان بهذا المعيار اللي قلنا وهذه المعايير اللي قلنا انه عنده راس المال كثير وكيمشي يتقدم من الاصل، وهذا راه واخا يعني تبغي كاع تنافس معاه ما غاديش تقدر، لانه اولا غادي يكون الموجود والقوام، وانت ربما راس مالك قليل وكذا وكتقضي مع الوقت. اللهم الا بغيتي تبقى صابر وعندك الكرا قليل وكتبيع داك الشيء ديال التسقيط او داك البيموات وداك سميتو داك المهم داك الشيء اللي ما فيهش، المهم تبقى قضيه ولا تقلب الحرفه. ديما ذكرتها لكم، تقلب يا اخي لا دار هو مثلا المواد الغذائيه وهذا، قلب شي حرفه اخرى اللي انت ربما ما كايناش في هذيك الحومه، بحال باتيسري بحال المحلبه بحال عطا الله مد، عطا الله مد. الا ما كايناش الماكله حاول تشوف شي حرايفي وتخدم. المهم انا هي قلت لك باش ما تبقاش كتفقس وكتضيع الوقت. هادو هما بعض الحلول، ربما كاينين حلول اخرى قولوها لنا في التعليقات وبارطاجيو وتهلاو. راه وصلنا ل 8 دقائق، اللهم بارك.